سيأتي عليكم زمان ليس للمؤمن فيها أحب من 3: درهم حلال، وسنة يعمل بها، وأخ يستأنس به. سيأتيكم زمان تتعكر فيه الحياة، ويصبح أفضل شيء في ذلك الزمان أن تكون هناك لقمة حلال تأكلها وتغذيها أبنائك، ثم سنة يعمل بها، تعمل بسنة بلغتك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ أخ صالح يستأنس به، صديق ناصح وصالح تستأنس به. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. وجاء سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. فإنه يا عباد الله من الأمور التي غزتنا والتي أرهقتنا وأرهقت أموالنا هو أن تكون هناك لقمة حرام تدخل في البيوت بأي طريقة كانت. وإنه من أبشع الطرق التي يكسب بها المرء المال الحرام أن يسرق مال غيره، أن تكون عنده جرأة يمد يده إلى مال غيره فيسرق الأعين النائمة والأنفس اللاهية. هذه الجريمة البشعة كفيلة بأن تزلزل أركان الأمن وتشتت الاستقرار وتجعل من المجتمع لا يثق بعضه ببعض. فإن الله جل جلاله جعل النوم للناس سباتا والليل لباسا. الناس يهدؤون وينامون، فإذا ما خافوا من سارق فإن ذلك يفسد عليهم نومهم ويذهب بهجة أمنهم، ويسهم ذلك في تشتيت المجتمع، وتدخل الريبة والضغينة والشك والعدوان، تتفرق القلوب. حينها لا يثق الإنسان بجاره ولا بصديقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أعوذ بالله، ينتفي الإيمان ويخرج من الشخص الذي يتجرأ على حدود الله، على محارم الله. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ليس عنده أي ذرة من إيمان. وفي الحديث الآخر أن الرجل إذا سرق خرج من قلبه الإيمان، وقف فوقه كأنه ظلة، فإن تاب وإلا لم يعد إليه. إن تاب من فعله رجع إليه الإيمان وإلا لم يعد. والقرآن الكريم أنزل العقوبة الصارمة بالسارقين: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق والسارقة اقطعوا أيديهما نكالا بما كسبا، عقوبة من الله عز وجل، يفقد يده بسبب دناءة نفسه. ولعن رسول الله السارق، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده
ويسرق الحبل فتقطع يده. وجيء بسارق في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فلما قدموه كي يقطعوا يده صاح وبكى وقال: يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة. قال: كذبت، والله إن الله لا يفضح في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة ولا في الخامسة. التمادي يؤدي إلى الخزي، فقطعت يده. وجاء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إلى مسجد الكوفة وهو أمير المؤمنين يومئذ، وهو يركب على بغلة، فوقف في باب المسجد ثم صاح على رجل قال: أمسك لجام بغلتي حتى أصلي وأخرج. دخل سيدنا علي في المسجد، وهذا الذي أمسك بلجام البغلة نزلت به الدناءة في نفسه أن يسرق لجام البغلة، فسرق اللجام وهرب. فلما خرج سيدنا علي أخرج درهمين كي يكافئ به هذا الشخص، فلما جاء إلى بغلته وجد اللجام قد سرق، فقال لغلامه: هاك هذين الدرهمين واشتري لي لجاما للبغلة. فذهب هذا الغلام في السوق فوجد اللجام قد بيع بدرهمين، وجد هذا اللجام الذي سرق بيع بدرهمين. فقال سيدنا علي: لعن الله السارق، لو صبر لأكلهما بالحلال. نوى أن يعطيه درهمين بالحلال لكنه استعجل فأكلهما بالحرام والعياذ بالله. وأيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به. امرأة من قريش من بني مخزوم، قرشية ذات أصل ونسب وشرف، نزلت بها الدناءة فمدت يدها وسرقت، فلما اعترفت حكم الله أن تقطع يدها. فجاءت قبيلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يفتدوها ب40 أوقية من الذهب، فما استطاعوا أن يتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يكلم رسول الله؟ فقيل: أسامة ابن زيد هو حب رسول الله يحبه. فقالوا: يا أسامة كلم لنا رسول الله نفتدي هذه المرأة يدها ب40 أوقية ولا يقطع رسول الله يدها، هي امرأة. فجاء أسامة بن زيد: يا رسول الله، هذه امرأة مخزومية قرشية وتريد أن تقطع يدها لأنها سرقت، فيا رسول الله إن قومها يقولون نفتدي يدها بمال بذهب. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا يجامل في الحق عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن في قطع يد السارق راحة للناس وأمن للناس، تقطع يد فرد فتسلم الناس وتعيش في أمن وأمان. فلذلك السارق يسميه العلماء صاحب الخزيين وصاحب العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. يعيش في الدنيا مذلولا، يعيش في الدنيا مقطوع اليد، كل من يراه يقول سارق، وحينما تقطع يده تعلق في عنقه ويمشي في أزقة المدينة. تقطع يد لأجل أن يعيش قوم. وفي زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سرق رجل مالا من قوم فقطع يده اليمنى، ثم سرق مرة ثانية بيده اليسرى فجيء به
وفي شرع الإسلام أن السارق في أول سرقة تقطع يده اليمنى، فإن كررها تقطع رجله اليسرى، فاقطعوا أيديهما وأرجلهم من خلاف. تقطع يده في السرقة الأولى، وفي السرقة الثانية تقطع رجله ولا تقطع يده الثانية. فقطع سيدنا علي رجله اليسرى، فمكث هذا الرجل فرأى مالا فسرقه، فجيء به إلى سيدنا علي وإذا به مقطوع يد اليمنى ومقطوع اليسرى، سرق مرتين وهذه الثالثة، فأودعه السجن. ثم جمع الصحابة واستشارهم، قال لهم: ماذا نفعل لهذا السارق؟ قالوا: يا علي يا أمير المؤمنين اقطع يده اليسرى. فقال: ويحكم، كيف يأكل؟ كيف يتوضأ؟ كيف يغتسل من الجنابة؟ فقالوا: ماذا تفعل إذن؟ قال: دعوه في السجن، ضعوه في السجن. فوضعوه أياما، ثم جمع القوم وقال لهم: ما تقولون في هذا السارق؟ قالوا: يا أمير المؤمنين اقطع يده اليسرى. قال: ويحكم، تريدون مني أن أقتله؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ فاجتهد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وجلده، ثم أطلق سراحه وأخذ منه عهدا أن لا يسرق مرة أخرى. هكذا كان الإسلام، وهكذا كان حكم الإسلام في من يتعدى على حقوق الآخرين. هذا خزي الدنيا. أما خزي يوم القيامة فإن السارق مطرود من رحمة الله، لعن الله السارق، واللعنة الطرد من رحمة الله. ويجاء يوم القيامة بالسارق إذا كان عنده صلاة وصيام وحج كلها تذهب إلى من سرقهم، تسلب منه أعماله مثل ما سلب أموال الناس. سلب أموال الناس في الحياة الدنيا، يوم القيامة تسلب منه الأعمال، ما عنده من حسنات تؤخذ وتعطى لمن سرقهم. إن لم يكن عنده حسنات فإنه تسلب سيئات القوم الذين سرقهم، توضع على ظهره فيقذف في النار والعياذ بالله. فالإسلام دين نظيف يأمر أهله بالطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فقد أمرنا الله سبحانه أن نأكل من الطيبات وأن نبتعد عن الحرام وعن الخبائث. ومن أكل لقمة حرام لم تقبل منه صلاة 40 يوما. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم المال الحرام.